هو احنا بقينا كده ليه؟ بجد والله بقينا كده ليه؟ من امبارح، من وقت ظهور دكتورة ميادة مرات دكتور ضياء الله يرحمه، انا شفت كام بوست كده تريقة استهزاء بتاع، بس قلت يعني كام حد قليل ادب، يعني الموضوع مش مستاهل. النهارده على مدار اليوم انتقادات فظيعة، تريقة، تسفيه، استهزاء، ضحك، كل واحد عامل دمه خفيف. إعلامية معرفش مين طلعت تقولك دي هتكمل الدروشة بتاعت جوزها، لازم يتقبض عليها، مش عارف مين يقولوا لازم يتقبض عليها. دروشة ايه؟ هو دكتور ضياء ده كان ماجستير ودكتوراه رعاية مركزة لأعلى تخصصات الطب. ودكتورة ميادة دي دكتورة، تتفق أو تختلف معاه بقى في النظرية، في التجربة، في العلاج، انت حر، انت حر. لكن ده كان طبيب بدرجة رفيعة. فلما تقولي دروشة، حد قالك ان كان اسمه شيخ ضياء لقلب الحبيب والرد المطلقة، وان دكتورة ميادة دي هي اللي كانت ماسكة المبخرة؟ عيب، عيب. واللي قاعد بقى يتريق ويقول ده مش عارف ايه العلامة النفسية والنظرات والتحليل مش عارف ايه وبتاع، ويبقى فيها دي واحدة ست جوزها اتوفى، سواء بقى ظروف غامضة مش ظروف غامضة، وفاة طبيعية مش طبيعية، من أيام. عايزينها تبقى عاملة ازاي؟ عايزينها تبقى عاملة ازاي؟ وبعيد عنها، عايزينها تبقى عاملة ازاي؟ عايزينها تبقى راكزة وماسكة نفسها وقاعدة ومش ايه؟ ايه في ايه؟ وايه مدة كل ما حد يتكلم اصله عمل بايده، اصله عمل بعينه، اصله مش عارف ايه، يبقى ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ وبتتريقوا عليها عشان قالت ان هو نازل بيصلي بيحط شال، وعلى فكرة هو حطه في كذا لايف وهو قاعد. مع ان رغم انه اصلا احنا ملناش دعوه بعلاقه العبد بربه يعني، لكن هو كان دايما بيستشهد بآيات من القرآن، بأحاديث. كان ما بيقرب الفجر بيقول يلا هنصلي بقى خلاص، هو يعني كان باين ان هو بيصلي، ولا هو لازم يبقى يعني مش فاهمة يعني. ايه العيب في كده بتستنكروه؟ بتستنكروا عليه ان هو كان عنده لحظة ايمانية معينة وقت ما هو بيبقى رايح للجامع. ايه الغريب في كده؟ مع ان دي مش طبيعتنا كمصريين. احنا بيموت عندنا اي حد حتى لو راقصة ما بنعملش كده، ما بنعملش كده. في ايه؟ ايه اللي بقينا فيه؟ فين الاخلاق؟ فين الدين؟ فين فين احترام الميت؟ احنا كان عندنا محدش بيشغل حاجة بصوت عالي احتراما لان في جار عنده حالة وفاة. مش بنتريق عليها وقاعدين تحطوا حتت من الفيديوهات وصور وتريقوا ولازم تقبض عليها. تقبض عليها بتهمة ايه؟ انها زعلانة؟ تقبض عليها ليه؟ عشان بتقول في نظرية؟ طب ناقشوها بما انكم كنتوا هتناقشوها يوم 2/5. في ايه ده؟ احنا ما عملناش كده مع حد. في إيه؟ انتوا نسيتوا ان في ملايكة بتقول على اللي انتوا بتقولوه، الدعوات بتقول ولك بالمثل. عيب، عيب. الواحد رغم معرفته ان الناس اتغيرت، لكن لما بيشوف حاجة فجة وفظة كده بيتخض. الله يرحم دكتور ضياء، ربنا يصبر قلب دكتورة ميادة على فقدها، ربنا يهدينا. عشان كده عيب. نقطة.